بقالي يومين كل ما افتح الفيسبوك الاقي تطبيقات القمر دي، قلت ما بديهاش بقى، يلا نجربها مع بعض. هي ايه؟ هي طاقية السلطان. ازيكم الاول؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنحتاج بقى لطاقية السلطان دي او راس السلطان، احنا بصراحة يعني احنا شوهنا التجربة خالص. هنحتاج نص كيلو دقيق، هنضيف عليه معلقة خميرة فورية او خميرة اللي هي العجين. وهنحتاج اللي هو المج العادي، كوباية حليب، اللي هو لبن سائل. وهنحتاج النهاردة مش زبدة بقى، هنحتاج زيت. ومعلقتين كاكاو وست معالق سكر، تمام. والفانيليا بتاعتنا ورشة الملح طبعا اللي احنا عارفينها السنة. جبنا اول حاجة كوباية اللبن وضفنا عليها السكر ونص كمية الزيت اللي معانا، وهنقول لكم النص التاني دلوقتي هنحتاج ايه. الوصفة دي بتحط لها بياض بيضة يا جماعة في العجينة، والصفارة بناخدها بنحطها للوجه بتاع المعجونات. اي معجنات عندك، تمام. انا بقى ما ضفتش البيضة بصراحة، عايزة اقول لكم ان انا نسيتها، يعني البيضة كنت محضراها جنبي بس انا نسيتها ليه مش عارفة. المهم يا ست الكل، كانت معايا كوباية اللبن ضفتها بقى وعجنت وخلاص. يبقى ضفت اللبن وعليهم كمان السكر والفانيليا والخميرة. وكمان ضيفي بياض البيضة يا ست الكل، بياض بيضة واحدة. هنقسم بقى العجينة بعد ما عجناها كويس، عايزة اقولك العجينة بتاعتها طرية جدا. هنقسمها بقى على جزئين، جزء بقى هنعمله كاكاو والجزء التاني هنسيبه سادة زي ما هو. الكاكاو طبعا علشان يمتزج كويس في العجين لازم تضيف عليه مادة دهنية، تمام يا ست الكل. بس هو شكله بيبقى غريب كده يعني في ايديكي، بس تمام. حاولي بقى ان هي هتاخد منك وقت شوية، حوالي يعني 7 أو 10 دقايق وخلاص. التانية بقى اضيف عليها برضو نفس المادة الدهنية علشان تحاولي ان انت تعدلي بينهم، تمام يا ست الكل. خلاص كده هنسيبهم بقى بعد ما نعجنهم كويس قوي ونحطهم في مكان دافي. يستحسن ان انت فرن البوتاجاز عندك او اي فرن بقى كهرباء، تشغلي النور بس بتاعها اللمبة وتحطيها جوه الفرن وتسيبيها من غير ما تشغلي الفرن. الإضاءة أصلا النور بيطلع درجة سخونة بسيطة كده، هتخمرها وتبقى معاكي زي الفل. أنا بقى سبتهم زي ما هما كده على الرخامة وبقي زي الفل. أنا مسبتهمش أصلا إن هما يختمروا قوي لأن لسه هتتخمر معاكي تاني بعد التشكيل. خلاص كده بعد ما اتخمرت معايا هجيبها بقى، طلعي كل الهواء اللي فيها التخمير اللي فيها وتفرديها بقى. حاولي انت تفرديها بقى بشكل طولي مستطيل كده. عايزه اقولك بقى انتوا بتفردي كده ما تنسيش ان انت تعملي لي لايك. ايوه يا ستي الكل، علشان الفيديو يتشاف شويه. عايزه اقول لكم ان انا كل ما افتح الفيسبوك الاقي تطبيقات، بصوا مغرقه الدنيا. ايه يا جماعه ده؟ قالوا طاقية السلطان، طب يلا نجربها مع بعض. يلا دينا هنجربها. خلاص كده فردتهم بشكل طولي هما الاتنين. هناخد بقى اللي هي بالكاكاو ونحطها على التانية البيضة علشان ناخد الشكل اللي احنا محتاجينه، تمام يا ست الكل. حاولي ان انت تظبطيها بس إيه، مش بصوا سهلة جدا، يعني كل المراحل دي سهلة قوي. وانتي اصلا لما تشوفي الفكرة اللي احنا هنعملها تعجبك جدا، يعني هتلاقيها سهلة قوي معاكي. ما تستصعبيش الحاجة وتقولي لا دي صعبة ومش هنعرف نعملها والشكل ده هيطلع معانا ازاي. عايزة اقولك سهل جدا. جربي بس ان انتي تدخلي المطبخ كده وتتشجعي وهتلاقي كل حاجة معاكي ماشية مرنة معاكي وزي الفل. يلا بقى نشوف الخطوة المهمة جدا. هنجيب السكينة، وعايزة اقول لكم 3/4 كده العجينة، هنسيب الربع بس اللي هو مش هننزل عليه بالسكينة، وبعد كده نقطعها بالشكل الطولي ده، تمام يا ست الكل، يعني زي شرايط كده بالطول. طبعا العجينة دي تحتها اللي هي العجينة البيضة، فعلشان تاخدي الشكل اللي هو الزجزاج اللي انتي شفتيه في طاقية السلطان ده تعملي الحركة دي. هنا بقى لو انت عايزاها سادة هتقفلي بالشكل ده، تاخدي كده الناحية اللي هي مش متقطعة وتقفلي على طول. انا بقى مش عايزاها سادة، انا بصراحة بحب الحاجة المسكرة قوي. 6 معالق سكر يعني كانوا كويسين جدا، بس انا بصراحة بحب الحاجة مسكرة جامد. فانا كان عندي شوكولاتة بيضة وكمان واحدة شوكولاتة من الشوكولاتة البلاك، الشوكولاتة العادية، تمام يا ست الكل. فروحت فردة بقى العجينة دي ورحت حشيتها بقى شوكولا، تمام. وده الشكل اللي احنا محتاجينه، ان انت بتاخديها كده بتبرميها كده على ايدك، بتلفيها بس يعني لفة بسيطة وتلاقيها عملت الشكل الزجزاج ده معاكي، تمام يا ست الكل. عايزة اقول لكم كانت على الطبيعة شكلها حلو قوي. حطيت بقى الشوكولاتة اللي موجودة عندي، مكعب بقى ابيض ومكعب شوكولاتة غامقة. بصوا شكلها كان حلو قوي. وهنبدأ بقى نبرم كده علشان تتقفل معانا.
عايزة أقول لِك الطريقة سهلة جدًا، يعني العجينة هتلاقيها في إيدِك سهلة أوي، ما تقلقيش خالص. حاولي بقى إن أنتِ تضبّطيها، والكمية دي هتحتاج معانا صينية مقاس 22. أنا كانت متوفّرة عندي وجبتها، هي كانت عالية شوية، ف عايزة أقول لِك كويسة أوي. هندهن بقى الصينية، أنا دهنتها بمادة معلقة سمنة بلدي، ومن غير ما تبطّنيها دقيق ولا أي حاجة. بُصّي، هي على طول حُطّي معلقة السمنة وضيفي عليها العجينة. عايزة أقول لكم شكلها حلو أوي، كانت على الحقيقة بصراحة حلوة أوي والله. خلاص بقى هنجيب الصفارة اللي إحنا شِلناها من البياضة. أنا بصراحة عشان ما ضفتش البياضة فموجودة عندي البيضة كاملة، فهاخد الصفارة على معلقة لبن وهافردها بقى على الوش كده، اللي هو إيه، تغلّفيها. عايزة أقول لِك بقى إن بياض البيض ده بتطلّع معاكِ الحاجة لونها حلو أوي، واللبن بيطلّع معاكِ الحاجة بُصّوا اللون برضه كده، بس إيه بينشّف شوية. فبياض البيض ده يعني هيدّي طراوة كده للمعجنات اللي أنتِ بتعمليها، فده إحنا محتاجينه. إحنا عايزينها تبقى طرية كده وجميلة معاكِ وهشة. وده الشكل. بُصّوا، عايزة أقول لكم إن هي أصلًا أنتِ بالفعل هتطلع معاكِ طرية جدًا، لإن العجينة اللي أنتِ عاجناها بلبن وحاطة فيها حاجات حلوة أوي وسُكّر، هتطلع معاكِ طرية وجميلة. ده شكلها. هنيجي بقى بالسكينة كده على الحروف هتلاقيها يعني طالعة معاكِ بكل بساطة. أنا عايزة أقول لكم إن الفرنة كمان كانت حامية منّي جامد. آمم ما عرفتش إن أنا أضبّط النار عليها، بس عايزة أقول لكم كانت حلوة أوي، ما اتحرقتش الحمد لله. بس أنا كنت حابة إن أنا شكلها يطلع أبسط من كده كمان. دي تجربتي لطاقية السلطان. بصراحة الشيف نادية كانت عاملاها واو، حلوة أوي. تطبيقات كتيرة أوي شُفتها على الفيسبوك واليوتيوب، حلوة أوي. تسلم إيديكم كلّكم، وربنا يحسن ما بين إيديكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وتعليق حلو منكم ليوميات حنان اللول. يالّا نشوف من جوّه بقى الشوكولاتة. كانت عايزة أقول لكم روعة. بُصّوا، كانت جواها الشوكولاتة، هي أو قطع الشوكولاتة كانت صغيّرة. أنا لو كررت التجربة تاني هاعملها بقى أكتّر الشوكولاتة. أسيبكم في رعاية الله.